أصدقاء كرتونيتا، ما تنسوش تصلوا على النبي واللايك والكومنت الجميل. بيبدأ فيلمنا بسور الصين العظيم، وان في خطاطيف بتتحدف عليه، وبيروح الجندي حارس السور بيولع نار عشان يحذر ان في حد بيحاول يهجم عليهم. وبعدين بنشوف شان يو قائد الاعداء بعد ما عدى من سور الصين وشكر الجندي انه حذر الملك ان فيه هجوم، وبيروح قائد الحراس للملك عشان يبلغوا ان شان يو عدى السور. وكان وقتها الجيوش الصينية عددها قليل جدا، فقرر الملك انه يجمع من كل عيلة شاب عشان يروح يحارب. وبعدين بنشوف مولان وهي بتجهز نفسها عشان تروح للخطبة اللي هتجيب لها عريس، ووقتها هتشرف عيلتها. وبنشوف مامة مولان وهي واقفة مستنياها وبتكون متأخرة عليها، ولما بتوصل بتاخدها عشان تجهزها وبتعملها زي العروس اللعبة. وبعدين بتروح مولان تقف مع 4 بنات واقفين قدام بيت الخطبة، وبتخرج الخطبة وبتنده على مولان وبتدخل معاها مولان. تبدأ الخطبة تسألها عن الحاجات الأساسية في الجواز، وبتكون مولان متوترة جدا وبتبدأ تقرأ الكلام اللي هي كاتباه على ايديها. وبعدين بتطلب منها الخطبة انها تصب الشاي، وبتشوف مولان ان في صرصار في كوباية الشاي، فبتحاول تاخده منها وتحذرها، ولكن للأسف بيقع على الخطبة. ولما الخطبة بتشوف الصرصار بتتخض جدا وبتبهدل الدنيا، وبتقع النار على هدومها وبتتحرق، وبتخرج بره بسرعة عشان حد يساعدها. وفي الآخر بتقول لمولان انها عمرها ما هتشرف اهلها ولا حتى هتبقى عروسة. فوقتها بتزعل مولان هي واهلها من كلام الخطبة، وبتروح مولان تقعد لوحدها عشان بتكون زعلانة انها معرفتش تشرف اهلها، وبتقول ان هي عايشة دور مش دورها، ان ليه اللي يجي ما يحبهاش زي ما هي. فبيدخل عليها باباها وبيقعد جنبها وبيفضل يواسيها ويقول لها انه هيفضل فخور بيها طول العمر. وبعدين بيدخل عليهم حارس الملك وبيقول لاهالي المدينة انهم جايين يختاروا راجل من كل عيلة عشان يروح يحارب، وبيبدأ يختار وبيبقى من ضمنهم ابو مولان، مع ان بيبقى عنده اصابة في رجله ولكن بيوافقوا على تجنيده. وبتكون مولان زعلانة جدا ان باباها هيروح يحارب، وبتزعل اكتر لما بتشوف باباها قاعد بيعيط عشان الاصابة بتاعته، فبتبقى عارفة ان باباها لو راح الحرب دي مش هيرجع تاني. فبتقرر وقتها بعد ما باباها ينام تروح وتسرق ورقة التجنيد وحطت مكانها التوكة بتاعتها، ولبست لبس الراجل وخدت الحصان بتاعها وخرجت بره البيت. ولما قلقت جدتها بالليل مش بتلاقيها نايمة في مكانها، وبتعرف ان هي خرجت وراحت للتجنيد مكان باباها، وبيزعل باباها جدا لانهم لو عرفوا انها بنت هيموتوها. وبعدين بنشوف جدتها وهي بتستدعي ارواح الاجداد عشان يحموها، وبنشوف الجد وهو بيصحي التنين موشو عشان يصحي بقية الارواح اللي موجودة. وبنشوف الارواح وهي بتتكلم وبتقول ان مولان هتجيب لهم مصيبة في يوم. وبعدين بيقول الجد الكبير ان هو لازم يصحي التنين الاكبر عشان يحمي مولان، وبيقول لموشو انه يروح يصحيه، ولكن بالغلط وهو بيصحيه بيكسر التمثال بتاعه. وقتها بيلبس موشو وش التنين الكبير وبيتكلم مكانه، وبيقول لروح الجد ان هو هيروح يساعد مولان. فعلا بيقرر موشو ان هو يروح يساعدها، ووقتها الاجداد هيشوفوه بطل ويحترموه، وبيروح لها فعلا عشان يساعدها. وبعدين بنشوف شان يو بعد ما مسك 2 من الحراس وهم بيتجسسوا عليه، وبيموت واحد منهم وبيخلي التاني عشان يقول الجنود بتاعته يجوا يحاربوه. وبعدين بنشوف مولان وهي واقفه تتدرب ازاي تتعامل كراجل وازاي تقدر تمسك السيف. وفي الوقت ده بيظهر قدامها موشو واللي بتفضل تتريق عليه عشان حجمه الصغير، وبتقول له انه شبه السحليه. فبيقول لها موشو ان هو قوي جدا وهيقدر يحميها، وفعلا بيفضل يديها نصايح ازاي تقدر تتعامل مع الرجاله، وبسبب نصايحه دي بيوقع الجنود كلهم في بعض وبيفضلوا يضربوا في بعض. وبعدين بنشوف القائد وهو قاعد عشان يحط خطه للعدو، وبيقول لتشانجي ان هو يقوم يدرب الجنود على الحرب. وبعدين بيخرج لهم القائد وهو متعصب لانهم كانوا بيتخانقوا، وبيبص لمولان وبيسالها على اسمها، فبتقول له ان اسمها بينج، فبيتعصب وبيقول لها انه مش هيسمح باللي حصل ده انه يحصل تاني، وبيسيبها ويمشي. وتاني يوم الصبح بيروح موشو عشان يصحي مولان وعشان تجهز نفسها، وبيبدا انه ياكلها ويشجعها عشان تتدرب كويس. وبتخرج مولان معاه بره، وبيبدا القائد شانج انه يدربهم، وللاسف كلهم بيفشلوا في التدريبات، فبيضطر ان هو يزود التدريبات عليهم ليل نهار. وبيفضل موشو ورا مولان عشان يشجعها، ومع مرور الوقت بتنجح مولان في التدريبات لدرجه انها بتتفوق على القائد شانج. وبعدين بنشوف شان يو والجيش بتاعه وهو بيحاول يشوف اقصر طريق يوصل بيها للقائد، لكن هو ماشي بيشوف عروسه صغيره، ووقتها بيشك ان في بنت موجوده هنا. وبعدين بنشوف مولان بالليل وهي ماشيه في المعسكر، وسمعت شيف وهو بيزعق لتشينج وبيقول له ان الفريق كده لسه ضعيف ومش هينفع ان ندخل حرب بيهم. فبتسمع مولان الكلام ده، ولما تشينج بيخرج بتحاول انها تتكلم معاه ولكن بيسيبها ويمشي. وبعدين بيجي لموشو فكره ان هو يدخل الخيمه بتاعه شيف ويكتب رساله، وبيروح يسلمها لواحد من الفريق عشان يسلمها لتشينج، وبيبقى مكتوب فيها ان الملك عايزهم يتجهزوا حالا عشان يروحوا يحاربوا. تاني يوم بنشوف الفريق كله وهو بيتحرك عشان يروح يحارب تشان يو، ولما وصلوا قدام الممر لقوا ان تشان يو دمر كل الممر وكمل طريقه للقصر الملك، وان القائد والد تشانج مات. فبيزعل تشانج على موت باباه، وبتروح مولان عشان تواسيه، لكن بيقرر وقتها ان هو لازم يروح القصر عشان يحاربوا هناك. وهم في طريقهم للقصر موشو بيعمل حركه غبيه جدا وبيولع صاروخ بالغلط وبيضربه في الجو،
وقتها بيخلي شان يو ينتبه ليهم ويعرف مكانهم فين، فبيبدأ ان هو يحدف عليهم اسهم عشان يموتهم. وقتها بيبدأ الجنود انهم يحاربوا شان يو، بس وقتها المعركة بتكون مش زي بعض لان جيش شان يو بيبقى اكبر بكتير من جيش تشانج. الخسارة هتبقى حتمة لتشانج، بس وقتها مولان فكرت بذكاء واخدت اخر صاروخ وقررت ان هي تضربه في الجبل اللي فيه التلج، وهناك تشان يو بيمسك مولان وبيحاول انه يموتها، ولكن في الوقت ده الجبل كله بينهار على الجيش بتاعه وبيدمره. بتحاول مولان ان هي تهرب بسرعة قبل ما الجبل يقع عليها، ولما بتلاقي ان القائد بتاعها كان هيموت وسط انهيار الجبل فبتروح بسرعة عشان تنقذه وبترجعه لبقية المجموعة وبيعرفوا ينقذوا حياتهم كلهم. وقتها تشانج بيشكر مولان انها عرفت تنقذ حياتهم، فبتلاحظ مولان انها متصابة في بطنها بسبب شان يو، فوقتها بيدخلوها الخيمة وبيطلبوا ان في دكتور يجي يكشف عليها. ولما الدكتور بيكشف عليها بيخرج لتشانج وبيقول له ان مولان تبقى بنت مش ولد. فوقتها شيف بيروح يطلعها قدام الكل وبيعرفهم ان هي تبقى بنت وان عقابها ان هي لازم تموت. بيروح يطلع تشانج سيف عشان يموتها، لكن مش بيرضى عشان هي انقذت حياته، وبيكتفي ان هو يطردها بره المعسكر. وبتبقى مولان قاعده زعلانه وبتقعد تتكلم مع موشو وتقول له انها راحت الحرب دي مكان باباها لانها كانت عارفه ان هو لو كان راح كان هيموت لانه كان مصاب. وبعدين بتقول انها ممكن ما تكونش راحت بس عشان باباها، وانها كانت عايزه تثبت لنفسها انها تقدر تنجح في اي حاجه تانية غير الجواز. ووقتها موشو بيعترف لها بالسر بتاعه وبيقول لها ان الاجداد ما بعتوش ليها ولا حاجه، وان هو جاي من وراهم عشان يثبت ليهم ان هو يقدر يحميكي. وفي الوقت اللي هما بيتكلموا فيه بتشوف مولان شان يو هو وكام جندي من بتوعه انهم لسه عايشين وبيكونوا موجهين طريقهم لقصر الملك، فبتعرف ان هما كده في خطر وبتاخد موشو وبيروحوا بسرعه القصر. وهناك بتحاول مولان تكلم تشانج وتعرفوا شان يو ان هو موجود معاهم هنا، بس محدش بيصدقها ولا حد راضي يسمع ليها. وفي الوقت اللي الملك قاعد بيشكر الجنود وتشانج بيسلموا السيف بتاعه شان يو، بيجي الصقر وبيخطفه وبيعتدي تشان يو وبيظهر هو وجنوده وبيمسكوا الملك يحبسوه جوه القصر وبيقفلوا عليه الباب ومحدش بيعرف يفتحه. فبتيجي المولان فكره انها تلبس الجنود لبس بنات وبيتسلقوا هم وتشانج الاعمده وبيطلعوا فوق عشان يخضعوا جنود تشان يو ويضربوه. وبيروح تشانج بسرعه الملك عشان ينقذه من تشان يو قبل ما يقتله، وبيفضلوا يضربوا في بعض. وبتيجي مولان تهرب الملك مع الجنود بره القصر، ولما بتيجي تهرب معاهم بتلاقي تشانج مغمى عليه وبيكون تشان يو عاوز يقتله، فبتشتت انتباهه عشان يسيب تشانج وبيروح وراها عشان يقتلها هي كمان، وبيحاول يهاجمها بالسيف ولكن بتوقعه وبتاخد منه السيف، فبيضرب موشو فيه الصاروخ وبيطيره. وبترجع مولان للقصر وبتلاقي ان الكل بيحييها حتى الملك اللي بيقرر يشكرها وبيعينها في مجلس المستشارين وبيعطيها وسام والسيف بتاعت شان يو. وبتبقى مولان فرحانه جدا وبتركب حصانها وبترجع لاهلها. وبيروح الملك يقول لتشانج ان هو عمره ما هيلاقي بنت زي مولان وبينصحه انه يتجوزها. وبتروح مولان لباباها وبتعطيله الوسام والسيف، فبيقوم باباها عشان يحضنها. وبعدين بيدخل عليهم تشانج وبيكون معاه الخوذه بتاعت مولان وبيقول لها ان هو جاي عشان يعطيها لها، وبيبان ان هو معجب بيها، فبتعزم ان هو ممكن يقعد ياكل معاهم. وبعدين بنشوف موشو مع ارواح الاجداد واللي بيقرروا انهم يرجعوه حارس من تاني عشان قدر يساعد مولان. وكده يبقى فيلمنا خلص. سلام.